تخيل إيه أسوأ حاجة ممكن تحصل لك في حياتك؟ تضيع محفظتك، تتوه في الصحراء، يطلع لك سمكة قرش. في ناس حصل لها أسوأ من كده بكتير قبل ما تقعد تتخيل. وعملا بمقولة اللي يشوف بلاوي الناس تهون عليه بلوته، تخيل كده واحد مات من الضحك. وهنا كلامي مش هزار، هو فعلا مات بسكتة قلبية من كتر الضحك. تعال أقولك على أغرب حالات الوفاة في العالم. أول واحد معانا سيء الحظ هانز شتينجر، واللي مات سنة 1567. هانز كان مربي دقنه لحد ما وصل طولها لمتر ونص تقريبا، فكان دايما بيلم دقنه ويشيلها في كيس جلد تحت دقنه كده على طول وهو ماشي. ولكن من بخته فك الكيس من وشه وقرر يقعد شوية في البيت، لحد ما قامت حريقة في البيت. قدر هانز يهرب منها بنجاح، ولكن دقنه ما قدرتش تهرب معاه والنار مسكت فيها ومات معاها هانز. وتاني واحد ملك السويد أودولف فريدريك، واللي مش هيلاقي أكل يجري وراه يوم القيامة نظرا لأنه كان بياكل كل حاجة تتحط قدامه. مات فريدريك في سنة 1771 على سفرته الملكية بعد ما أكل أكتر من 14 نوع مختلف من الأكل مع بعض، استاكوزا على كافيار على رنجة على شمبانيا، وراهم على طول طقم حلويات، وراح مبلع بكوباية لبن سخن. وبيجي معانا المشرع الإغريقي دراكو، وهو أول مشرع في تاريخ أثينا عاصمة اليونان القديمة. بعد ما البلد كانت ماشية بالأحكام العرفية والخصومات الدموية، طلب الشعب من دراكو يحط لهم قانون يمشوا بيه الدنيا. وبالفعل حط دراكو القوانين، بس كانت قوانين صارمة وشديدة لدرجة إن هو لو حد سرق طماطماية كان ممكن يتعدم فيها. ولما اتسأل دراكو عن ازاي يساوي بين جرائم كبيرة وسرقة صغيرة مثلا زي المثال اللي فات، قال لهم من الآخر كده أنا شايف السرقة ملهاش غير الإعدام، وللأسف بالنسبة للجرائم الأكبر مش لاقي لها عقاب أشد من الإعدام. بغض النظر عن رأي المدنيين والفقراء من القوانين دي، الأغنياء ورفيع المستوى شافوها قوانين حلوة جدا وبتضمن المساواة، لدرجة إن في أول زيارة لدراكو للمدينة من المدن الإغريقية احتفل بيه الناس ورموا عليه هدايا عبارة عن طواقيهم وهدومهم وساعاتهم، لحد ما يا عيني مات دراكو مخنوق من كتر الهدايا. ونيجي بعد كده فهو الفيلسوف الإغريقي خريسب. كان فيلسوف قد الدنيا، دماغه توزن بلد، ولكن في الشرب ما توزنش سجارة كليوباترا فرد. وفي واحدة من قعدات الشرب وبحسب الرواية اللي حكت عن موته، كان قاعد يشرب مشروبه المفضل وهو النبيذ، لحد ما لاحظ حاجة غريبة جدا لفتت انتباهه، وهي حمار واقف بياكل برسيم من على الأرض. فراح رامي إفيه سخيف جدا، هاتوه يشرب معانا نبيذ علشان يهدم. وراح ضحك وفضل يضحك لحد ما مات من الضحك حرفيا. ونيجي بعدها لعالم الرياضيات الكبير عم فيثاغورس، واللي جه في وقت من الأوقات دماغه لسعت وصنع ديانة خاصة بيه وبقى يصلي للأرقام وحاجات غريبة كده بصراحة، لحد ما زهق منه أهل المدينة وطلعوا على بيته وولعوا فيه. ولكن فيثاغورس يهرب منها، وطبعا جري وراه لحد ما وصل فيثاغورس قدامه غيط فاصوليا، وبسبب اعتقاده إن الفاصوليا نبات مقدس في ديانته ما قدرش يدوس عليها ويعدي من الغيط. طبعا الناس مسكوه وعملوا منه شاورما. المحامي كليمنت، واللي كان معروف عنه إنه عمره ما بيخسر قضية يترافع فيها أبدا، أثناء ما كان بيترافع عن أحد المتهمين في المحكمة قرر يمثل للقاضي اللي حصل، وهو إن موكله ما قتلش المجني عليه ولا حاجة. كليمنت كان بيمثل الحادثة قدام القاضي علشان يوضح له، راح صاحب مسدسه وهو بيسحب المسدس وبيمثل الحادثة وبيدوس على الزناد، وبيتضح إن السلاح متعبي بالرصاص، وللأسف قتل نفسه قدام القاضي زيه زي المجني عليه بالظبط. إلا إن القاضي اقتنع بمرافعته وقرر إنه يبرئ المتهم، يعني برضه وهو بيموت مخسرش القضية ابن اللذينة. ونيجي لشخص غير معلوم اسمه للأسف، قرر يتجوز على مراته، فمراته زعلت جدا وحزنت عليه حزن شديد لدرجة إنها قررت تنتحر، وطلعت بالفعل وقفت على الشباك في الدور العاشر ونطت علشان تنتحر. إلا إن في الوقت اللي كانت هتقع فيه في الأرض كان جوزها خارج من مدخل العمارة، فوقعت عليه هو وموتته. عاشت هي. صاحب المزاج العالي والشعر الصيني لي باي، يعتبر واحد من أشهر الشعراء الصينيين، وكان كيفه الخمرة والستات والطبيعة. وفي يوم من الأيام وهو راكب القارب بتاعه وفي وسط البحر قاعد بيغني وبيشرب، قرر يحضن القمر وراح ناطط في البحر على أساس يحضن انعكاس صورة القمر اللي موجودة على سطح المية، وللأسف مات غريب. وأخيرا تخيل تبقى نايم وفجأة تقع في الحلم، فبتصحى مفزوع وقلبك مقبوض من الخضة. ولكن بقى لك أن تتخيل إن تقع فوقك بقرة فعلا. أو ده بقى اللي حصل للبرازيلي جون، كان نايم في بيته في أمان الله لحد ما سرحت بقرة عن صاحبها وطلعت على تل كبير جنب إحدى البيوت، فوقعت فوقه وهو نايم، وكان وزنها طن تقريبا.
المهم اتنقل للمستشفى في وقتها، ولكن للأسف مات جون بالنزيف الداخلي على طول. بعد حالات الموت دي فيها حاجات تضحك وفيها حاجات غريبة. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة.